الحكاية بتبدأ من عمال وهما بينضفوا تحت برج توني ستارك بعد المعركة اللي حصلت مع الفضائيين، وبنشوف الشخص ده واسمه أدريان، ده المسؤول عن تنظيف المكان. بعدها بتيجي واحدة بتقول لهم يسيبوا كل حاجة مكانها، وده أمر من توني ستارك. فبيترجاها أدريان وبيقول لها إنهم محتاجين الشغل ده، لكنها ما بتسمعوش. وبيروح بعدها أدريان على الورشة بتاعته وبيقول له عامل شغال معاه إن في حمولة لسه ما رجعتش، فبيقول له سيبها. بعدها بتعدي 8 سنين وبيكون أدريان استغل الحمولة وبقى بيصنع أسلحة ويبيعها، وبيقدر يصنع لنفسه بدلة ويطير بيها. بعدها بنشوف بيتر باركر واللي بيحكي لنا عن الرحلة اللي أخدها مع توني ستارك لما ضموا في مهمة عشان يوقفوا كابتن أمريكا. بعد انتهاء المهمة بيوصلوا توني ستارك وبيقول له لو احتجت حاجة تواصل مع هابي، ولو في مهمة جديدة هابي هيبلغك بيها. بيسيبه ويمشي. بعد شهر بنشوف بيتر وهو محبط وبيبعت رسائل كتير لهابي، لكن هو ما بيردش عليه وما بيكونش أي حد تواصل معاه من بعد المهمة الأخيرة. بعدها بيروح المدرسة بتاعته، بنشوف هناك صاحبه الوحيد واسمه نيد وديلزي، وبيكون بيتر معجب بيها لكن هو ما بيقدرش يعترف لها. وبعد انتهاء اليوم الدراسي بيروح بيتر وبيلبس البدلة بتاعته ويفضل يطير في المدينة، وبيكون بيدور على أي جريمة تحصل عشان يقدر ينقذ الموقف، لدرجة إنه شاف واحد بيسرق عجلة فعلقه. بعدها بيحاول يكلم هابي تاني لكنه ما بيردش عليه، فبيبعت له رسالة وبيقول له لو احتجتني في مهمة أنا جاهز ومستني. وفجأة بيشوف 4 متنكرين ومعاهم أسلحة متطورة بيسرقوا مكنة الاي تي ام. بيتدخل لكن واحد بيستخدم سلاح معاه ويثبته مكانه، بتكون أسلحة متطورة جدا. واحد تاني بيستخدم سلاح معاه ويدمر المكان، لكن بيتر بيقدر يمنعهم وبيضربهم. بعدها بيتكلم هابي وبيحكي له اللي حصل عن الأسلحة المتطورة اللي شافها، لكنه بيقول له إنهم مش فاضيين عشان بينقلوا الحاجة بتاعتهم من المقر القديم وبينقلوها المقر الجديد، وبيقفل في وشه. بعدها بيروح عشان يغير هدومه وتكون شنطته اتسرقت، وبيرجع البيت بلبس سبايدر مان ويمشي على الحيط وبيدخل من الشباك. ولما بيبص وراه بيتفاجئ بنيت صاحبه وبيبقى مصدوم لما بيعرف إن صاحبه هو سبايدر مان، وبيفضل يقول له معرفش حد بالموضوع ده وإنه أول واحد يعرف بعد توني ستارك. فبيقول له إن ده هيفضل سر بينا. تاني يوم بيكونوا في المدرسة، تفضل ليس تقول إنها بتحب سبايدر مان وبتتمنى تقابله. فبيقول لها نيد إن بيتر صاحبه، فبتقول له إن عيد ميلادها النهاردة وبتعزمه، تطلب منه يعزم سبايدر مان. وبيجي الليل وبيروح الحفلة هو ونيد، وبيسأله نيد هتظهر ازاي، فبيقول له إنه هيحاول يدخل الحمام يلبس بدلة سبايدر مان ويدخل ويسلم على ليز ويخرج تاني بسرعة. وبيخرج فعلا وبيغير لبسه، لكنه بيشوف فجأة نور قوي جاي من مكان بعيد، فبيقرر يروح ويشوف فيه ايه. وبيلاقي رجالة أدريان وهما بيبيعوا السلاح للشخص ده. وبيتصل عليه فجأة نيد، تسمع العصابة صوت الموبايل وبيهجم عليهم سبايدر مان، لكن في واحد بيضربه بسلاح وبيطيره بعيد وبيهربوا، لكنه بيفضل وراهم. بعدها بيتكلموا أدريان عشان ينقذهم، وبيعرف إن سبايدر مان بيطاردهم، فبيلبس البدلة بتاعته ويمنعه وبياخده وبيرميه في قلب البحر. وفجأة بيظهر ايرون مان وبينط وراه وبيلحقه، وبيكون حاطط جهاز تتبع في بدلة سبايدر مان عشان يراقبه دايما. وبيحكي له بيتر على اللي شافه، وبيقول له توني لو حصل أي حاجة بعد كده كلم هابي. ودي كانت مجرد بدلة بعتها. وبيتضايق بيتر وبيمشي، وبيلاقي قدامه جزء واقع من السلاح بتاع العصابة وبياخده معاه. بعدها بنشوف أدريان اللي بيزعق لواحد معاه عشان سبايدر مان عرف بوجودهم، وبكده شغلهم معرض للخطر وممكن في أي وقت يدور عليهم ويكون هيطير ده. فبيعترضوا الشخص ده إنه هيعرف أسرته بطبيعة شغله، لكنه بيضربه بسلاح وبيخلص عليه، ويأمر واحد تاني من رجالته يدور على السلاح اللي فقدوه. بعدها بنروح لبيتر اللي بيحاول هو ونيد يعرفوا الجهاز ده بتاع ايه، وبيشوف بعدها 2 من العصابة وهما بيدوروا على الجهاز، وبيجري يستخبى منهم بيتر ويقدر يحط فيه جهاز تتبع عشان يعرف مكانهم. وبيعرف فعلا مكانهم وبيكونوا قريبين من العاصمة. وبتكون المدرسة بتاع بيتر عاملة مسابقة في نفس المكان، فبيقرر يروح عشان يبقى قريب منهم ويقدر يقبض عليهم. بعد كده بيركب الأتوبيس وبيروح المسابقة ويكلمها هوبي، وبيعرف انه خارج المدينة بسبب جهاز التتبع اللي حطه في البدلة. وبيعرف ان بيتر طلع المسابقة مع المدرسة، وبيوصل بعدها للفندق. واول حاجة بيعملها بيتر بيشيل جهاز التتبع من البدلة، ولما بيخترق البدلة بيلاقي فيها مميزات كتير جدا. بيسيب بيتر الجهاز مع نت وبيقرر يروح للعصابة وبيحدد مكانهم وبيحاول يطير بالشبكة، لكنه بيقع على الأرض لأنه لما مشغل مميزات البدلة لقى فيها أوبشن كتير جدا، والأوبشن اللي كان موجود ساعتها ما كانش إطلاق الشبكة. ويفضل يظبط في إعداداتها. بعدها بنشوف أدريان وهو بيقتحم عربية ويكون بتحمل أجهزة متطورة وبيقدر يفتح السقف باستخدام تقنية معاه. لكن فجأة بيجي يهجم عليه سبايدر مان ويبدأ في القتال معاه، لكن أدريان بيضربه ويوقعه جوه العربية وبيغمى عليه ساعتها. ولما بيفوق بيتر بيلاقي نفسه في مخزن كبير وبيحاول يهرب من المكان، لكنه بيكون مقفول ومتأمن كويس جدا، والمكان ده مش بيفتح قبل 8 ساعات. ويفضل يستغل الوقت ويكتشف مميزات البدلة ويحاول يشوف كل المميزات اللي فيها.
بعدها بيشوف جهاز قدامه شبه اللي سابه مع النت، وبيشتغل جهاز الذكاء الصناعي في البدلة بتاعته ويقول له إن دي قنبلة. فبيحاول يتصل على النت بسرعة عشان يحذره، لكنه ما بيكونش فيه شبكة في المكان. بيحاول يخرج من المكان وبيعرف المرة دي بيحاول يكلم نت، لكنه بيكون في المسابقة والموبايل مش معاه، وبتكون القنبلة في جيبه. بتفوز المدرسة بالمسابقة وبيروح بعدها يزور أماكن سياحية، وبيدخل جوه المكان في الأسانسير، وبتكون القنبلة في جيبه هتنفجر وتدمر الأسانسير. وبيطلع سبايدر مان على البرج وبيقدر يقتحمه ويلحق الأسانسير على آخر لحظة وبيطلع كل اللي فيه، وقبل ما ليز تطلع الأسانسير بيقع بيها، لكن سبايدر مان بيقدر يلحقها. بعدها بنشوف أدريان اللي بيقرر يخلص على سبايدر مان عشان بيعطل له شغله. في نفس الوقت بيكون بيتر بيحاول يعرف معلومات عن العصابة، وبيساعده الذكاء الاصطناعي اللي في البدلة، وبيعرف مكان واحد اللي كان بيشتري الأسلحة، وبيروح له بيثبته في العربية ويفضل يسأله عن مكان الناس دي. وبيعرف إن في عملية هتحصل دلوقتي في مركب في البحر، بيجري بيتر عشان يلحقه. ولما بيوصل هناك بيكلمه وبيقول له إن الشرطة في كل مكان وإنه يبعد عن الموضوع ده، لكن بيتجاهله ويهجم على العصابة. تظهر بعدها الشرطة، وفجأة بيطلع إدريان بالبدلة بتاعته وبيحاول يهرب، وبيرمي سبايدر مان عليه شبكة ويحاول يوقفه. فبيحاول يضرب السلاح اللي معاه، وبيقدر سبايدر مان ياخده منه، وبيفضل يرمي عليه شبك عشان يعطله. فبقول له أدريان انت مش فاهم بتعمل ايه، وبينفجر السلاح وبينقسم المركب نصين. وبيحاول سبايدر مان باستخدام الشبك بتاعه يمسك الجزينة على قد ما يقدر، وبينجح في ده، لكن الشبكة بتنقطع وبتكون المركب تقع تاني. وفجأة بيظهر توني ستارك وبينقذ الموقف باستخدام الآلات بتاعته، ويفضل يلوم بيتر إنه بوظ العملية والمجرمين هربوا. بعدها بيروح لمكان عادي ويفضل توني ستارك يلومه ويقول له أنت لسه صغير ومش قد المسؤولية دي، وأنا غلطت إني لما اديتك البدلة. وياخدها منه، وبيحاول بيتر يترجاه لكنه ما بيسمعوش وبياخدها ويمشي. بعدها بنشوف أدريان اللي كان متضايق إن العملية فشلت وبيخطط لعملية تانية أكبر. بعدها بنشوف بيتر وهو بيطلب من ليز يروح لحفلة التخرج معاها، وبتوافق وتطلب منه يعدي عليه. بعدها بيروح بيتر لبيت ليزا ويخبط على الباب، واللي بيفتح له بيكون أدريان وبيكون أبو ليزا. وبيتصدم بيتر لما بيعرف إن المجرم اللي بيطارده هو أبو حبيبته. بعدها بيقول لهم إنه هيوصلهم للحفلة لأنه أصلا مسافر دلوقتي، وبالفعل بيوصلهم. وفي الطريق بيفضل يتكلم مع بيتر وبيقول له إن صوتك مش غريب عليا. فبتقول له ليز إنه كان معاهم يوم عيد ميلادها في البيت، وكمان كان معاهم يوم الحادثة اللي حصلت. فبيفضل يجمع الأحداث وبيعرف إن سبايدر مان هو بيتر. ولما بيوصل بيقول لليز تسبق هي، وبيتكلم مع بيتر وبيقول له انا عارف ان انت سبايدر مان. وبيقول له انت قدامك خيارين، يا تدخل الحفله مع ليزا وتنسى اللي حصل، يا تكمل مطاردتك ليا وساعتها مش هتردد اني اقتلك. وبينزل بيتر ويقف قدام المدرسه ويقرر ما يدخلش الحفله، وبيجري وراه. فجاه بيضربه واحد وبيطيره بعيد، وبيكون من رجاله ادريان وبيكون مراقبه. وبيجي نيد وبيلحقه وبيديله جهاز الشبك بتاعه، وبيقدر بيتر يضربه ويلزقه في الاتوبيس. بعدها بيقول لنيد يكلم هابي وعرفه ان بوليس هو المجرم اللي بيطاردوه، وإنه ساب التليفون بتاعه في العربية عشان يعرف مكانه وإنه يخترعه. بعدها بيكلم نيد هابي لكنه ما بيسمعوش وبيقفل في وشه. ويوصل أدريان المقر بتاعه واللي بيكون جنب برج توني ستارك. تكون الخطة بتاعته إنه هيزرق الطيارة اللي بتنقل السلاح للأفينجر للمقر الجديد. بعدها بيوصل بيتر لأدريان وبيفضل يجريه في الكلام لحد ما البدلة بتاعته تجهز. البدلة بتجهز وبتدمر المكان وبيقع على بيتر وبيهرب بعدها أدريان يكون عمال يعيط ومنهار، لكنه بيفتكر لما هان خد منه البدلة وبيتشجع وبيقوم من تاني ويقرر ينقذ نفسه من موقف وبيطير وراه وبيتعلق في البدلة بتاعته. وبيوصل وبيدخل الطيارة، لكنه بيشوف الكاميرا اللي معاه بره وبيتضايق وبيطلع يتقاتل معاه. وأثناء القتال بيخبط في المحرك بتاع الطيارة تكون هتقع، وبيحاول بيتر يشد الجناح بتاعها عشان يبعدها عن المكان على قد ما يقدر، وبتقع فعلا في مكان بعيد. وبيفضل بعدها يضرب في بيتر وبيكون هيخلص عليه، لكن بيشوف الصندوق اللي عايزه اللي فيه المفاعلات اللي عايزها، فبيسيبه ويروح ياخدها. لكن أجنحته بيكون حصل فيها خلل وهتنفجر، وبيحاول بيتر يحذره لكنه ما بيسمعوش، وبتنفجر فعلا الأجنحة بتاعته. وبيلحقوا بيتر قبل ما يموت، وبيقدر ينقذ كل الحاجات اللي طيارة، وبيربط أدريان فيها ويسيب رسالة لهابي يقول له إنه قبض على المجرم وإنه نجح في المهمة بتاعته. بعدها بيروح المدرسة وبيشوف ليزا والدتها وهي بتاخدها عشان هيسافروا بره المدينة، لأن بعد ما والدها اتقبض عليه طلب منهم يمشوا من المدينة. وبيجي لبيتر بعدها رسالة وبيروح الحمام. لما بيروح بيلاقي هابي هناك وبيشكره على اللي عمله. بعدها بياخدوا مقر الافنجر الجديد عشان توني ستارك عايز يقابله. لما بيشوف توني بيشكره على اللي عمله وبيقول له انه عايزه ينضم للافنجر، لكن بيتر بيقول له انه عايز يفضل سبايدر مان البسيط اللي بينقذ الحي بتاعه من المجرمين. وبيمشي بعدها بيرجع لبيته وبيلاقي توني ستارك بعت له البدلة تاني،
وبيلبسها وفجأة بيلاقي عمته وراه وبتعرف إنه سبايدر مان هو بيتر، وكده خلص فيلمنا. أتمنى لو الفيلم عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب في القناة. شكرا ليكوا يا اخواتي.